درر بازية مع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد الصحابة، يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فدعوا لأنفسهم ولمن سبقهم من إخوانهم. فالمؤمن يستغفر لإخوانه، لوالديه، لأقاربه، لجيرانه، لأحبابه، يدعو لهم بالمغفرة، ربما صادف دعوة مستجابة. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يدعو لأخيه برضا الغيب إلا قال الملك الموكل آمين ولك مثله. قال: دعوات مسلم لأخيه مسلم برضا الغيب مستجابة. فأنت يا أخي على خير إذا دعوت لأخيك تنفعه وتنفع نفسك. الملك يؤمن ويدعو لك ولك بمثله، تدعو لأخيك ما تراه مناسبا، والملك الموكل يقول آمين ولك بمثله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات